بيبدأ المسلسل على مناظرة بين مرشحين انتخابات جمعية البرلمان، والبطل بيكون واحد من المرشحين، وبنشوفه في المناظرة وهو بيفضح منافسينه على الهوا وبيقول إنهم بيوعدوا الناس بتوسيع خطوط المترو لأن هم المستفيدين من ورا كده، لأن وجود المترو هيسبب ارتفاع في أسعار العقارات وهيكسبهم فلوس كتير، والمرشحين اللي اتفضحوا بيتضايقوا منه وبيتخانقوا معاه. وبنشوف أحداث قبل المناظرة بشهور، والبطل بيقابل زعيم عصابة وبيعمل معاه صفقة وبيبدل منه فلوس بعملة فنزويلا وبياخد مكانها فلوس بالعملة الكورية. وفي واحد من أفراد العصابة بيحاول يوصل بسرعة لمقر العصابة، لكن بتحصل حادثة والطريق بيقف، فبينزل يجري من العربية وبيحاول يعدي الطريق، فبتيجي عربية تخبطه وبينزل منها واحدة وبتروح تطمن عليه وبتقوله إنه لازم يروح معاها للمستشفى، لكنه بيرفض لأنه مستعجل وبيجري على مقر العصابة. وفي الوقت ده البطل بيكون أخد الفلوس ومشي، والشخص اللي كان بيجري على مقر العصابة بيوصل وبيقول لزعيم العصابة إن العملة اللي البطل بدلها منه دولة فنزويلا استغنت عنها وبدلتها بعملة جديدة. وهنا زعيم العصابة بيتصدم لما بيكتشف إن البطل نصب عليه في 6 مليون دولار. وبنشوف البطل وهو قاعد مع عصابته وأصحابه بيكونوا هم اللي عملوا حادثة وقطعوا الطريق على الشخص اللي كان بيحاول يلحق زعيم العصابة، وحبيبة البطل بتكون هي اللي خبطته بالعربية. والبطل بيقول لهم إن الفلوس عليها علامة ولازم يستنوا 6 شهور عشان يقدروا يصرفوا منها، وبيوعد أصحابه إنه هيحتفظ بفلوسهم لحد ما ال6 شهور يعدوا. وبنشوفه هو بيتقدم لحبيبته وبيلبسها الخاتم، وحبيبته بتوافق على الجواز منه وبيقول لها إنه لازم يروح يقابل شخص الأول وبعد كده هيرجع لها. وبنشوف مساعد زعيم العصابة وهو قاعد بيحلق، والبطل بيدخل عليه وبيديله شنطة فلوس، وبنعرف إنه شريك البطل في عملية النصب وإنهم متفقين مع بعض على زعيم العصابة. والبطل بيكون عايز يمشي لكن شريكه بيصمم إنه يقعد يشرب معاه. وبنشوف بعدها البطل لما بيفوق وبيتفاجئ إنه اتأخر جدا على حبيبته، فبيروح البيت وبيخبط على أوضتها وبيعتذر لها إنه اتأخر لكنها ما بتردش، فبيفتح الأوضة وبيتفاجئ إنها مش موجودة وبيكتشف إنها خدت حاجتها والفلوس كلها وهربت. فبيحاول يتصل عليها وبيلاقيها عامله له حظر، وبيسأل جارتهم عنها فبتقول له آخر مرة شافتها من يومين، فبياخد تليفونها وبيكلم منه حبيبته اللي بتكون في المطار. والبطل بيترجاها ترجع وبيقول لها إنه بيحبها وإنهم المفروض يتجوزوا، فبتقول له إنها كانت بتخدعه وبتقول له إنها تعيش حياة سعيدة بالفلوس اللي معاها، وبتنهي المكالمة معه وبتسافر. والبطل بينهار وبيرمي تليفون جارته في الشارع، فبتتخانق معه وبتشد من هدومه وبتصرخ في وشه. وبعد كده بيروح يسهر في مكان، وفجأة في جزمة بتطير عليه وبتخبطه وبتكون دي جزمة البطلة، والبطل بيقف يتفرج عليها وهي بتتخانق وبتطير في واحد من اللي بتتخانق معاهم برجلها. وبنشوف أحداث قبلها بشوية وبنعرف إن البطلة بتشتغل محققة، وبنشوفها وهي في مهمة وبتراقب عصابة في فندق، وبتاخد مضرب البيسبول وبتقتحم المكان وبتضرب واحد من العصابة وبتكسر الباب وبتدخل غرفة وبتتفاجئ إن حبيبها اللي هتتجوزه قريب هو اللي موجود في الأوضة وبيخونها، وحبيبها بيترجاها تسامحه فبتهزقه وبتمشي وبتروح تسهر بالليل في نفس المكان اللي البطل سهران فيه. وفي واحد بيرقص معاها وتليفونه بيرن، وبتكتشف إن مراته هي اللي بترن عليه، فبتتضايق لأنه خاين زي حبيبها وبتضربه. وفي 2 بيتدخلوا بيحاولوا يبعدوها عنه فبتضربهم وبترمي جزمتها عليهم، لكن بتيجي في البطل، واللي كان بيرقص معاها بيشدها من شعرها وبيضربها بالقلم فبتطير فيه برجلها، والأمن بيطردها والبطل بيخرج وراها وبيديها جزمتها وبيعرض عليها يعزمها على مشروب فبتوافق، ومن وقتها بيتعرفوا على بعض. وبعدها بفترة بنشوف البطل وهو بيتقدم لها للجواز وبيسيب لها الخاتم فبتوافق تتجوزه، وبيعملوا فرحهم وبيروحوا يقضوا شهر العسل. وفي الطريق البطلة بتقوله إنها بتشتغل محققة في جرائم العنف، فبيتصدم وبيقف بالعربية وبيضحك وبيبقى فاكرها بتهزر، لكنه بيتفاجئ إنها بتتكلم جد، وبيسألها إذا كانت بتقبض على المحتلين، فبتقوله إنها تبع فريق تحقيق دولي وملهمش علاقة بالمحتلين، وبتقوله ما يقلقش لأنها قدمت على طلب نقلها لوظيفة مكتبية. وبنشوفهم بعدها ب2 وبيكونوا كملوا جوازهم، لكن ما بيبقوش مرتاحين مع بعض. والبطل بيشكي لصاحبه من علاقته مع البطلة، والبطلة بتوصل مامتها معاها للشغل وبتشتكي لها هي كمان من علاقتها بالبطل. وبنعرف إن مامة البطلة مسؤولة كبيرة في الشرطة وبتتعين رئيسة قسم الشرطة اللي البطلة بتشتغل فيه، والبطلة بتقدم على طلب علشان ترجع محققة تاني،
تاني، وفعلا بتنضم لفريق تحقيق في قضايا النصب والاحتيال، وبيحققوا في جرائم نصب بتقوم بيها عصابة معينة، والعصابة دي بيكون رئيسها البطل، والبطلة بتروح هي وفريقها عشان يقبضوا عليهم في نفس الوقت اللي العصابة بتقوم فيه بعملية نصب جديدة. وبنت زعيم العصابة اللي البطل نصب عليه في الفلوس بتمسك هي وعصابتها شريك البطل اللي كان بيشتغل مع باباها وخانه، وبيسألوه عن مكان البطل. وبنشوف بنت زعيم العصابة وهي مع باباها في المستشفى، وبيكون في غيبوبة من وقت ما البطل نصب عليه، وبنته بتكون عايزة تنتقم من البطل عشان تسيطر على أملاك باباها. وبنرجع لهم وهم ماسكين شريك البطل، وبيعرفوا منه مكان البطل فبيروحوا عشان يمسكوه، والبطلة بتروح في نفس الوقت هي وفريق التحقيق علشان يقبضوا عليه هو وعصابته، والبطل بيتصل على شريكه فبيرد عليه، وبنت زعيم العصابة بتكون مهدداه فبيقول له إنه اتأخر عليهم علشان الطريق زحمة، والبطل بيسأل صاحبه وبيعرف منه إن الطريق ده فاضي ومفهوش زحمة، فبيفهم إنهم اتكشفوا وبيحاولوا يخفوا كل حاجة في المكان عشان ما يسيبوش دليل وراهم. وبنت زعيم العصابة والشرطة بيوصلوا مقر عصابة البطل في نفس الوقت مع بعض، والبطل وأصحابه بيحسوا بيهم وبيدخلوا عليهم، لكن البطل وأصحابه بيكونوا اختفوا. وبنت زعيم العصابة بتشوف البطلة وفريقها وبتعرف إنهم من الشرطة، لكن البطلة بتنادي عليها وبتكون فاكرة إنها كانت هتتعرض للنصب من عصابة البطل، فبتحذرها منهم وبتديها الكارت بتاعها عشان لو احتاجت مساعدتها في أي وقت. وبعدها شريك البطل بيشوف كارت البطلة مع بنت زعيم العصابة وبيكون عليه اسمها، فبيعرفها إن البطلة مرات البطل. وبنشوف بالليل البطلة وهي بتجهز أكل بمناسبة عيد ميلاد حماها، لكن بيكون واضح إن هو وبنته كارهينها لأنهم نصابين وهي محققة. والبطل بيخرج من بيت باباه وشريكه بيكون مستنيه وبيقرب منه وبيمسكه وبيقول إنهم هيموتوا مع بعض، والعصابة بتكون محاصرة المكان. وهنا البطل بيطلب من شريكه يسيبه لكنه بيرفض فبيضربه وبيهرب، والعصابة بتطرده وبيحاصروه، وبنت الزعيم بتقول له إنه مش هيعرف يهرب منهم. وفي الوقت ده بتعدي عربية شرطة والبطل بياخد باله منهم فبيهجم على واحد من اللي ماشيين في الشارع وبيضربه، والعصابة بتحاول تمسكه لكن عربية الشرطة بتقرب منهم فالعصابة بتهرب، والبطل بيقوم يسلم نفسه للشرطة لكن الضابط بيشكره. وتاني يوم بيتذاع في الأخبار إن الشخص اللي البطل ضربه ده كان قاتل متسلسل وكان هربان من الشرطة، والبطل هو اللي قدر يمسكه. وكل الجهات المهمة في الدولة بتكرم البطل، وحماته بتهنيه وبتديله رتبة ضابط شرفي، وبيتحول لبطل قومي وبيتشير وسط الناس وبيحاولوا يتصوروا معاه، والصحفيين بيحاصروه هو والبطلة في كل مكان. وبنت زعيم العصابة بتكون عايزة تعمل اتفاق مع المرشح الأقرب للفوز في انتخابات البرلمان عشان يساعدها في شغلها المشبوه، وأختها بتقول لها إن في واحد من المرشحين هيكون هو الأقرب للفوز وبيكونوا عايزين يتفقوا معاه. وأخو البطلة بيفاجئها في اسم الشرطة وبيكون رجع من السفر وبيقعد معاها وبيديها ظرف فيه فلوس وبيودعها وبيمشي، وبيروح يقابل بنت زعيم العصابة وبيكون هو المرشح اللي كانوا عايزين يتفقوا معاه. وبنت زعيم العصابة بتقدم له عرضها لكنه بيرفض وبيقولها إنه لو نجح في الانتخابات مش هيشتغل في أعمال مشبوهة. وبتتذاع أخبار تاني عن شجاعة البطل، والبطلة بتشوف الأخبار فبتدخل لجوزها وبتسأله عمل إيه تاني، وبتكون متضايقة فبيقولها إنه معملش حاجة. وبنشوفه هو ماشي والمعجبين محوطينه، وفي راجل كبير بتجيله غيبوبة وهو بيعدي الطريق وبيقع قدام العربيات، ومعجبين البطل بيشجعوه علشان ينقذه وبيجبروه فبيروح عليه وبيحاول يفوقه، وبتيجي عربية كبيرة قدامهم لكن السواق بياخد باله منهم وبيقف، والأخبار بتنتشر إن البطل أنقذ الراجل من الموت. وبنت زعيم العصابة بتشوف الأخبار وبتفكر إنها تتعاون مع البطل وتخليه يترشح في الانتخابات وتساعده يكسب عشان يساعدها في شغلها. وبنشوف بعدها البطل وهو قاعد مع مراته في مطعم وبيختلفوا مع بعض وهما بيتناقشوا، والبطل بيمشي وبيسيبها وبيتفاجئ بعصابة بنت الزعيم وبيخطفوه، وبنت الزعيم بتهدده بالقتل فبيترجاها تعفي عنه وبيقول لها إنه هينفذ لها أي حاجة تطلبها منه، لكنه بيتصدم لما بتطلب منه يترشح للبرلمان فبيرفض وبيقول لها إن الموضوع مش بالسهولة دي، فبتقول له إنها هتساعده يفوز لكنه بيكون رافض، فبتهدده بالقتل وبتتصل على عصابتها وبيكونوا مراقبين البطلة وبتأمرهم يقتلوها، لكن البطل بيصرخ وبيترجاها تسيبها وبيوعدها إنه هيترشح، لكن بعد ما بيوافق بتأمر العصابة يخلصوا عليها، والبطل بيتجنن وبيكون عايز يقتلهم وبيمضوا على أوراق يقدروا يتحكموا فيه من خلالها، لكنه بيحاول يفلت منهم. وبنشوف البطلة وهي خارجة من المطعم وبتكون ضربت العصابة كلها، ورئيسهم بيتفاجئ لما بيشوفها خارجة من المطعم، والبطلة بتخبطه بالإزازة على دماغه وبتسأله مين اللي سلطهم
عليها، فبيهرب منها والعصابة بيكونوا ضربوها وطعنوها قبل ما تخلص عليهم، ورئيسهم بيستخبى في العربية وبيتصل على بنت الزعيم، فبترد عليه وبتعرف إن البطلة خلصت على العصابة، فبتمثل قدام البطل إن هم اللي خلصوا عليها، والبطل بيوافق يمضي علشان ينقذها، والبطلة بتاخد مضرب البيسبول من عربيتها وبتكسر إزاز العربية اللي رئيس العصابة مستخبي فيها وبتطرده لكنه بيهرب منها، وبتقع في الأرض بسبب النزيف والتعب، والبطل بيمضي للعصابة على كل الأوراق وبيروح جري يطمن عليها وبيزورها في المستشفى فبتطمنه إنها بخير، وبيروح بعدها يقابل بنت زعيم العصابة وبيهددها لو قربت من البطلة تاني هيقتلها، والبطلة بتتعافى وبترجع شغلها، ورئاسة البرلمان بيقيلوا واحد من نوابه وبيستبعدوه من الترشح تاني، وعضو البرلمان ده بيكون مهم لبنت زعيم العصابة لأنه بيساعدها في أعمالها، والبطلة بتروح هي وفريقها يفتشوا شركة تبع بنت زعيم العصابة، والنائب المطرود بيكون هو اللي عمل كده عشان يهدد بنت الزعيم ويفهمها إنه لو وقع هياخدها في طريقه، وبيكون عايز ياخد منها فلوس، فبتروح تقابله وبتتصل على البطل وبتطلب منه يحضر، فبيروح يقعد معاهم، والنائب بيسأله عن الجامعة اللي درس فيها، فبيقول له إنه درس اقتصاد في جامعة سيول، وبيقول له على الدفعة اللي درس فيها، لكنه بيكشف كذب البطل لأنه كان دكتور في كلية الاقتصاد في نفس الوقت وعمره ما شافه، فالبطل بيقول له الحقيقة وبيعترف له إنه نصاب، فبيرفض يساعده إنه يبقى عضو في البرلمان، والبطل وبنت زعيم العصابة بيحاولوا يقنعوه إنه هو أكتر شخص يقدر يساعد البطل، فبيطلب من البطل يثبت له كفاءته، فبياخده معاه على مبنى ملكه بيقول له إنه عايز يبيع المبنى ده بأكتر من ثمنه، والبطل بيوافق، والبطلة بتكتشف إن العصابة اللي حاولت تقتلها تبقى عصابة بنت الزعيم، وبتفتكر لما قابلتها لما كانوا رايحين يقبضوا على البطل، والبطل واصحابه بيحاولوا يبيعوا المبنى وبيعملوا تمثيلية على المشترين وبيفهموهم إن المبنى كله متأجر ومحلاته بتكسب كويس وفيها زباين كتير والناس دي كلها بتكون تبعهم، لكن كل ما يجيبوا زبون البيع ما بيتمش لأنه بيكون فلوسه ناقصة أو عايز يشتري بعد فترة، وبعدها صاحب البطل بيكلمه وبيقوله إن في ناس عايزين يشتروا المبنى، فبيروح يقابلهم وبيكونوا زوجين كبار في السن وبيقولوا إنهم كسبوا اليانصيب وعايزين يشتروا المبنى عشان يكسبوا من وراه فلوس، فالبطل بيكون متعاطف معاهم لكنه بيكون عايز يبيع المبنى علشان ينجح في انتخابات البرلمان وينقذ نفسه ومراته، وفي الوقت ده مراته بتكون مراقبة المبنى هي وفريقها وبيكونوا عارفين إن في عملية نصب بتتم في بيعه، ولما الزوجين بيخرجوا البطل بيروح وراهم وبيكون عايز يحذرهم من شراء المبنى لأنهم صعبوا عليه، لكنه بيتفاجئ لما بيشوف مراته واقفة معاهم وبتعرف منهم إنهم هيمضوا العقد بعد 3 أيام، ويوم توقيع العقد المشتري بيروح عشان يقابل البطل، والبطلة وفريقها بيكونوا مراقبين المشتري، والبطل بيكون واقف ومراقب الكل وبيطلب من المشتري يمشي في الشارع، والبطلة وزمايلها بيمشوا وراه، والبطل بيلففهم مع المشتري حوالين نفسهم، وبعدها بيبعت له صاحبه بالعربية فبياخده بيحاول يهرب بيه من الشرطة لكنهم بيلحقوه، وهنا البطل بيطلب من المشتري ينزل من العربية ويدخل محطة المترو، وصاحبة البطل بتعدي من جنب المشتري وبتاخد منه ملف فيه ورق وبتقوله إن البطل هيتصل عليه، والبطلة وزميلها بيلاحظوا إن الورق اللي كان معاه اختفى، فبتروح له وبتعرف منه إنه مضى العقد قبلها بيوم، لكن البطل كلمه تاني وقال له إن في مشكلة في العقد عشان كده راح يقابله تاني، وبنشوفهم يوم توقيع العقد والبطل بيبارك لهم على المبنى وبيقولهم يزودوا الإيجارات عشان يكسبوا فلوس أكتر، لكنهم بيرفضوا، وبيعرف منهم إنهم كانوا فقراء وكانوا بيعانوا واتطردوا من بيتهم اللي كانوا مأجرينه عشان ما كانش معاهم يدفعوا فلوس الإيجار بسبب إن الملك رفع سعره، فبيصعبوا على البطل وبيقرر إنه ما ينصبش عليهم، وبياخد من المشتري العقد وبيروح يقابل بنت زعيم العصابة والنائب وبيقطع العقد قدامهم، وبكده بيخسر مساعدته ليه في الانتخابات، لكنه بيبقى مش همه وبيقول لهم إنه هينجح من غير المساعدة دي، وبنت زعيم العصابة بتعرف من أختها إن نسخة العقد اللي البطل قطعه الختم اللي عليها مزور، وبنشوف إن البطل احتفظ بنسخة العقد الأصلية وبيطلب من باباه يقدمها في البنوك ويطلب كارد بضمانها، وباباه بيقدم على طلب الكارد في كل البنوك، والنائب بيعرف فبيكلم بنت الزعيم وبيكون متضايق من تصرف البطل معاه، فبتوعده إنها هتحل المشكلة وبتأمر رجالتها يدوروا على البطل فبيحاولوا يلاحقوه في كل البنوك، لكنه بيكون سابقهم وفي النهاية بيوصلوا له، وفي الوقت ده بيكون واقف بيتكلم في التليفون ورئيس العصابة بيقرب منه علشان يضربه، لكن البطل بيحس بيه، وبنشوف البطلة وهي بتدرب البطل على القتال فبيفتكر تدريباتها وبيقدر يتفادى ضربة رئيس العصابة وبيضربه وبيهرب منهم، فبيلحقوه لكنه بيقف كل شوية يغير نمرة العربية عشان ما يعرفوش يمسكوه، وبيقدر فعلا يفلت منهم
بينهم. وبعدها بنت زعيم العصابة بتتصل عليه وبتقوله إنها واقفة قدام اسم الشرطة اللي البطلة بتشتغل فيه، وبتقوله إنها هتدخل تفضحه قدامها وتعرفها على حقيقته. فبيترجاها وبيقولها إنه هيعمل اللي هي عايزاه، لكنها بتدخل وهو معاها على التليفون وبتتكلم مع البطلة وبتقولها إن جوزها نصاب، لكن البطلة مش بتصدقها وبتهددها بالحبس. والبطل بيصرخ في التليفون وبيطلب منها تقابله، فبتوقف كلامها مع البطلة، لكن قبل ما تمشي بتقولها إنها مش هتقدر تقبض عليها لأنها مجندة واحد من فريق التحقيق بتاعه وبتدفع له رشوة. وبعدها بتروح تقابل البطل والنائب بيبكي وبيتخانق مع البطل عشان نصب عليه، وبنت زعيم العصابة بتزعق لهم وبتهدد النائب بالأوراق اللي البطل أثبتها عليه في ملكيته غير المشروعة للمبنى. وطبعا بتكون مهددة البطل والاتنين بيوافقوا إنهم يتعاونوا معاها. والبطلة بتقول لفريقها إن بنت زعيم العصابة قالت إن في خاين في فريقها، فبتطلب من اللي بيخونهم يتراجع عن اللي بيعمله وما يبيعش فريقه عشان شوية فلوس. وبترجع البيت تلاقي البطل مجهز لها العشاء وبيقولها إنه قرر يترشح في انتخابات البرلمان، فبتتضايق وبترفض إنه يترشح وبتكون عايزة حياتهم تبقى عادية. وبتقوله إنه من وقت ما اتشهر بقى المواطن الشجاع وهو مش مهتم بيها، وبتقوله إنه لو قرر يترشح يمشي ويسيب البيت. والبطل ما بينامش وبيقعد يفكر للصبح وبيقرر إنه يترشح علشان ينقذهم من الموت. وبيقول للبطلة على قراره وبيمشي، وبعدها بيعمل مؤتمر وبيعلن فيه عن ترشحه. وزميلة البطلة بتراجع سجلات كاميرات المراقبة الخاصة بالتحقيقات، وبتشوف البطل في تسجيل الكاميرات وبتفرج البطلة على التسجيل فبتتصدم لما بتشوفه. وبتعرف من زميلها إن حارس الأمن في العقار اللي فتشوه لما كانوا بيحاولوا يقبضوا على عصابة البطل قال للمحقق إن في واحد راح له على غرفة الأمن وخد تسجيل الكاميرات ومشي، وبيقول له إن المواطن الشجاع هو اللي عمل كده. والمحقق بيقول للبطلة إن الحارس أكيد اختلط عليه الأمر، لكن البطلة بتفتكر لما بنت زعيم العصابة قالت لها إن جوزها نصاب وبتبدأ تشك فيه. والمرشحين اللي قصاد البطل بيجتمعوا مع فريق الحملة الانتخابية الخاصة بيهم، والبطل بيجتمع مع النائب وابن أخته، وبيقول للبطل إن ابن أخته هيكون مساعده في الحملة الانتخابية. وأصحاب البطل بيكونوا موجودين ومساعد بنت الزعيم، والنائب بيكون متضايق من اللي موجودين وبيطلب من الكل يمشوا ويسيبوه هو وابن أخته مع البطل. وأصحاب البطل بيتفاجئوا وهم خارجين بالبطلة وبتكون جاية تزور البطل، فبيرجعوا بيعرفوه فبيأمرهم يختفوا وبيستخبوا هما التلاتة. والبطلة بتدخل تسلم على البطل، فالنائب بيمشي وبيقول للبطل إنهم هيجتمعوا في وقت تاني. والبطلة بتكون شاكة في البطل وبتحاول تدور في المكان وبتكون هتكشف العصابة، لكن البطل بيمنعها وبيقولها إن عنده مشوار فبتستأذنه وبتمشي. والعصابة بيخرجوا والبطل بيقول لهم كل واحد يروح على بيته وبعدين هيتقابلوا. والبطلة بتستنى قدام مبنى الحملة وبتشوف البطل وهو نازل معاهم، وهنا بتتأكد إن جوزها مشبوه. والبطل بيقابل النائب في المطعم وبيسأله عن الطريقة اللي هيفوز بيها في الانتخابات، فبيقول له يمارس اختصاصه اللي هو النصب ويخدع الناس عشان يكسب أصواتهم. والمرشحين كلهم بيبدأوا حملتهم الانتخابية وسط الناس، وكل واحد فيهم بيحاول يتقرب من الناس بطريقة مختلفة. والبطل بينزل يسلم على الناس وبيوعدهم إنه هيغير حياتهم. وفي نفس الوقت بنت زعيم العصابة بتخلي عصابتها يوزعوا فلوس على بعض الأشخاص اللي بيكون ليهم تأثير على الناس، والأشخاص دول بيبدأوا يقنعوا الناس اللي حواليهم إنهم ينتخبوا البطل. والبطلة بتكون واقفة وشايفة البطل وهو واقف بيخدع الناس وبتكون مصورة مع العصابة، وبتتصل عليه وبتقول له يرجع البيت بدري علشان يتعشوا مع بعض. والبطل بيرجع وبيلاقيها مجهزة الأكل، وبتفاجئه قبل ما يقعد بيصوروا مع العصابة وبتسأله عن شغله، فبيقول لها إنه خبى عليها حياته لكنه فعلا كان بيحبها. وبيتفاجئ إنها فاكراه اقترض فلوس من بنت زعيم العصابة وامتنع عن السداد وعلشان كده هاجموهم، فبيحاول يظهر لها إن دي الحقيقة وبيقول لها إنه عليه البنت زعيم العصابة 200,000 دولار، وبيقول لها إنها أجبرته يترشح للبرلمان ووعدته لو فاز هتسامحه في الفلوس. وهنا البطلة بتاخده وبيروحوا لبنت زعيم العصابة، والبطل بيحاول يبعت لها رسالة عشان يعرفها الموضوع اللي دار بينه وبين مراته، لكنها بتلاحظ ده فبتاخد منه التليفون وبيروحوا يقابلوها. والبطلة بتطلب من البطل يستناها بره، وبتقول لبنت الزعيم إنها هتسدد لها الفلوس اللي البطل خدها منها، لكنها بتتصدم لما بتعرف إن البطل خد 6 مليون دولار، وبتقول لها إنها هتسدد لها الفلوس مهما كانت حتى لو قعدت تسدد فيها طول العمر، وبتحذرها من إنها تقرب من جوزها. لكن بنت الزعيم بتتحداها وبتقول لها إن الحل الوحيد إن البطل يفوز في الانتخابات. وبعدها بيتعمل استطلاع رأي بين المرشحين، والبطل بياخد أقل نسبة أصوات. وأخته بتتصل عليه وبتقول إن بابا بيحاول ينصب على الناس، فبيجري عليه وبيلحقه قبل ما ينفذ عملية النصب، وبيقعد ياكل معاه في مطعم وبيطلب منه يساعده
عشان يفوز بالانتخابات ويبعد عن النصب، والاتنين بيشربوا والبطل بيسأل باباه عن طريقة يفوز بيها في الانتخابات، فبيقول له ما يكدبش على الناس. فالبطل بيستغرب من نصيحته لأن هم أصلا نصابين وشغلهم قايم على الكذب وخداع الناس، فبيقول له باباه إنه علشان يكسب قلب الناس وثقتهم لازم يكون صريح معاهم ويدور على مصلحتهم. والبطل بيتأثر من كلامه وبيرجع مقر الحملة، والنائب بيقول له إنه هيعمل له مناظرة مع المرشحين اللي ضده، والنائب بيستخدم علاقاته عشان يبعد البطلة عنهم. ورئيس مامة البطلة بيأمرها تمنعها من التحقيق ورا بنت زعيم العصابة والنائب، والبطلة بتطلب من مامتها تديها فرصة وبتوعدها إنها هتقبض عليهم في أسرع وقت. والنائب بيدرب البطل على الكلام اللي هيقوله في المناظرة، وتاني يوم الكل بيجهز وبيتوجهوا لمكان المناظرة، والبطلة بيوصل لها معلومة عن عصابة بنت الزعيم إنهم قتلوا شريك البطل، فبتتحرك هي وفريقها عشان يقبضوا على القاتل، وزمايلها بيقتحموا المكان والقاتل بيهرب منهم، لكن البطلة بتجري وراه وبتقبض عليه وبتحقق معاه هي وفريقها وبيكون رافض الاعتراف. والبطلة بتقوله إن لو ما اعترفش على بنت الزعيم هتطلق سراحه، بس هتطلع إشاعة إنهم أطلقوا سراحه عشان اعترف على بنت الزعيم، وفي الوقت ده هيقتلوه، وبتطلق سراحه فعلا لكنه بيفكر في كلامها وبيخاف إن العصابة تقتله، فبيرجع تاني للبطلة وبيعترف على بنت الزعيم وبيقول إن هي اللي حرضته على جريمة القتل وحرضته على جرايم تانية. والمناظرة بتبدأ، والمرشح اللي بيقول شائعات عن البطل وأخو البطلة بيحاول يهاجمهم، لكن البطل بيرد عليه وبيكون عارف فضايحه وبيهدده إنه لو كمل في الأسلوب ده هيفضحه. وبنشوف إن البطل غير طريقته في المناظرة وبيعمل عكس اللي النائب قال له يعمله، والنائب بيكون متضايق من تصرفاته، وبنت الزعيم بتتفرج على المناظرة وبتكون متفاجئة هي كمان من تصرف البطل. والبطلة بتكون في طريقها هي والشرطة عشان تقبض على بنت الزعيم، والمرشح الفاسد بيوعد الناس انه هيعمل لهم خط مترو، والبطل بيتفاجئ ان اخو مراته باع مبادئه علشان ياخد نسبة اصوات عالية، فبيوعد هو كمان الناس انه هيعمل لهم خط المترو لو نجح. والبطلة بتروح تقبض على بنت الزعيم، والبطل بيفكر اخو مراته بكلامه لما كان قاعد معاه قبل المناظرة بيوم وقال له انه ضد فكرة انشاء خط المترو، وبيسأله ليغير كلامه لكنه بينكر انه قال كده للبطل. والبطلة بتاخد بنت الزعيم لاسم الشرطة، وفي الطريق بتجيلها مكالمة وبتكتشف ان شريك البطل لسه عايش، وان خبر موته ده كان كذب، وان بنت الزعيم هي اللي عملت كده، وبتكون امرت المحقق اللي هي مجنداه في فريق البطلة ينقل لها المعلومة الغلط دي عشان تقبض عليها بتهمة ما حصلتش. وبتدخل لمامتها وبتشتكي من البطلة وبتقول لمامتها تعاقبها لأنها اتهمتها زور. وبنرجع للمناظرة والبطل بيقول إن المرشحين اللي قصاده بيكذبوا على الناس لأنه هم الوحيدين اللي هيستفيدوا من مشروع المترو، لأنه هيرفع سعر العقارات وهيكسبهم فلوس. وبيقول إن سكان المنطقة مش محتاجينه لأن أغلبهم عندهم عربيات، وبيقول إن في مشاكل أهم في المنطقة محتاجة تتحل، ومامة البطلة بتوقفها عن العمل لمدة شهرين. وبعدها البطلة بتسهر مع زمايلها وبيقعدوا يشربوا، وفي واحد من زمايلها بيعترف على نفسه إن هو اللي أخد رشوة من بنت الزعيم، وزميله بيقوم يضربه، والبطلة بتقول له يفضل يشتغل لصالح بنت الزعيم ويساعدهم في القبض عليها. وتاني يوم أخت البطل بتروح له وبتعرض عليه شغالة معاه في الحملة، وعصابة بنت الزعيم بيفاجئوهم ورئيسهم بيضرب البطل وبيخطفوه هو وأخته. وبنت الزعيم بتكون متضايقة من تصرف البطل في المناظرة، لكنها بتتفاجئ لما النائب بيتصل عليها وبيقول لها إن البطل خد نسبة تصويت في استطلاع الرأي التاني أعلى من أول مرة. فبيجتمعوا كلهم في مبنى الحملة، والنائب بيقرأ تعليقات الناس اللي ادت صوتها للبطل، وبيكونوا معجبين من جرأة البطل وصراحته، وفي ناس منهم بيسألوا عن سبب عدم وجود البطلة في حملة البطل عشان تساعده في الانتخابات. فبنت الزعيم بتقترح على البطل إنه يطلب من مراته تنضم لهم في الحملة، لكنه بيرفض وبيقول إنه ما يقدرش يطلب منها حاجة زي دي. والبطلة بتدخل عليهم وبتفاجئهم كلهم وبتقول لهم إنها هتنضم لهم في الحملة عشان تساعد جوزها يفوز بالانتخابات. وتاني يوم النائب بيجتمع بيهم وبيقول لهم إنهم هيغيروا استراتيجية الحملة وهيسعوا إنهم يخلوا الناس صعد عشان يدوهم أصواتهم، لكن صاحبة البطل وأخته بيفشلوا وبيضربوا البنات المتنمرة، وأهاليهم بيقدموا فيهم شكاوي، والنائب بيكون متضايق من تصرفاتهم. وصاحب البطل بيوزع هدايا على ناس عشان ينتخبوا البطل، وده بيكون مخالف لقانون الانتخابات، والنائب بيزعقله على اللي عمله. وبنت الزعيم بتقابل أخو البطلة وبتعرض عليه إنها تديله أصوات البطل، وبكده هيقدر يفوز بالانتخابات، وفي المقابل بعد ما يفوز يلغيلها قانون سعر الفايدة عشان تقدر تحقق أكبر مكسب من القروض اللي بتطلعها للناس. وبتقوله إنها هتخلي البطل ينسحب من الانتخابات لأن هي اللي بتحركه، وهي
وهي أصلا اللي أمرته يترشح، لكن أخو البطلة بيرفض عرضها وبيقولها إنه هينافس في الانتخابات من غير مساعدتها وإنه مش فارق معاه لو خسر. لكن بنت الزعيم بتديله مهلة 24 ساعة يفكر في عرضها ويرد عليها، والبطلة بتروح هي وبابا البطل للحملة وبتوقف مع الفريق وبتدعم جوزها، وبتلمح حرامي وهو بيسرق ست كبيرة فبتجري وراه، والحرامي بيخنق واحد من الموجودين وبيثبته بسلاح وبيهدد البطلة إنه هيقتله، لكن البطلة بتواجه الحرامي وبتقبض عليه وبتتصور وهي بتقبض على الحرامي، والفيديو بيتذاع على القنوات ومامتها بتشوفها هي وحماها فبتتصل على البطلة وبتسألها عن الشخص اللي معاها وبتعرف منها إنه حماها، وبنشوف إن بابا البطل كان مقبوض عليه بتهمة نصب من 20 سنة، وبعد ما بيقضي مدته بيروح يسلم على مامة البطلة، والبطلة بتكون موجودة لكنها بتكون لسه صغيرة في الوقت ده، ومامتها بتطلب من بابا البطل يبعد عن النصب فبيوعدها إنه هيشتغل شغلة شريفة. وبنرجع للأحداث الحالية وأخو البطلة بيروح يقابل بنت الزعيم وبيقولها إنه موافق على عرضها وبيسألها إزاي هتقنع البطل ينسحب من الانتخابات، فبتقوله على حقيقة البطل وبتعرفه إنه نصاب، لكنه مش بيصدق كلامها فبتجيب حبيبة البطل السابقة اللي ساعدته في النصب على الزعيم وخدت الفلوس وهربت، وبنت الزعيم بتخليها تحكي لأخو البطل على عمليات النصب اللي قامت بيها مع البطل، وهنا أخو البطلة بيوافق على عرض بنت الزعيم وبتوعده إنها هتساعده يفوز وبتقوله إنها هتتخلص من المرشح اللي ضدهم، وبتعمل له فخ وبتخلي الشرطة تقبض عليه وهو شارب، وبيتهموه إنه كان بيسوق عربيته تحت تأثير الكحول، وبنت الزعيم بتقول للنائب إنها هتخلي البطل ينسحب لأن أخو البطلة هينضم لهم مكانه، والنائب بيبقى مش عاجبه تصرفها لكنه بيوافق على أي حاجة بتقولها، وعضو البرلمان اللي تبع الحزب اللي النائب كان فيه واتطرد منه بيقابل النائب وبيعرض عليه إنه يساعدهم في إنهم ياخدوا أصوات البطل وفي المقابل هيخلوه ينضم تاني للحزب بعد ما طردوه، وبنت الزعيم بتعزم البطل على العشاء وبتطلب منه ينسحب من الانتخابات فبيتفاجئ وبيرفض الانسحاب، فبتفكره إنه نصب على باباها في 6 مليون دولار وفي المقابل اشتغل معاها كام يوم، وبتطلب منه ينسحب وبتقوله إنهم كده متعادلين وإنها مش عايزة منه حاجة تاني، وبتقوله إن نسبة الأصوات بتاعته مش هترتفع لأن مفيش حد هيثق في نصاب، لكن البطل بيكون مصمم يكمل في الانتخابات وبيقول لها إنه يقدر يفوز، فبتاخده وبتوريله حبيبته السابقة وهي واقفة مع مراته وبتهدده إنه لو رفض ينسحب هتفضحه قدام مراته وتكشف حقيقته للكل، وبعدها البطل بيرجع البيت وبياخد رأي مراته في انسحابه من الانتخابات، فبتقوله إن في ناس وثقت فيه ولو انسحب هيغزلهم، وبيقابل بعدها النائب وبيقوله إنه عايز يكمل في الانتخابات وإنه ناوي لو نجح يخدم الناس بجد ويتغير ويبعد عن النصب، وتاني يوم البطل بيعمل المؤتمر اللي هيعلن فيه انسحابه، لكن المفاجأة إنه بيعلن إنه هيكمل في المنافسة، في نفس الوقت المرشح اللي اتقبض عليه وهو شارب بيعلن انسحابه من الانتخابات وبيطلب من مؤيدينه ينتخبوا البطل، وأخو البطلة وفريقه بيتصدموا لأنهم بيكونوا منتظرين إن البطل هو اللي ينسحب، وبنشوف إن النائب كان متفق مع البطل وقال له إنه هيساعده يفوز في الانتخابات وبيطلب منه يكمل، وبنشوف إنه راح قابل المرشح اللي انسحب وأقنعه بالانسحاب وطلب منه يأيد البطل، وبيعرفوا إن بنت الزعيم وأخو البطلة هم السبب في إنه يتقبض عليه، وبيقنعوا إن مفيش حد هينتخبه بسبب فضيحته، وبيقول له يدعم البطل لأنه هيكون في صفهم، وفي المؤتمر البطل بيكون واقف مستني النائب يأكد عليه قبل ما يعلن إنه هيكمل في المنافسة، والمرشح بيبعت رسالة للنائب وبيقول له إنه هينفذ الاتفاق، وهنا النائب بيدي إشارة للبطل عشان يعلن إنه هيكمل في المنافسة، وبكده البطل بيكون متفوق على أخو مراته في نسبة الأصوات، وبنت الزعيم بتتصدم من اللي بيحصل، والنائب بيتصل عليها وبيقول لها تقف في صف البطل لأن هو اللي هيفوز، وأخو البطلة بيروح يقابل بنت الزعيم وبيلاقي النائب قاعد معاها، ولما النائب بيشوفه بيمشي وبيقول لبنت الزعيم تفكر في كلامه، وأخو البطلة بيقول لها تخلي البطل ينسحب، فبتقول له إن النائب قال لها على فكرة وهي إنها تسيبهم الاتنين يتنافسوا وبعدها تبقى مع الفايز، وبتقول له إنها اقتنعت بكلامه لكن كلامها مش بيعجب أخو البطلة، وبيقول لها إنه هيقطع تعامله معاها، فبتهدده بتسجيل ليهم وهم بيتفقوا على المرشح اللي انسحب، والبطل بيقابل حبيبته السابقة وبيسألها ليه غدرت بيه وخدت الفلوس وهربت بعد ما وعدته إنهم هيتجوزوا، فبتقول له إنها عملت كده لأنها ما كانتش قادرة تثق فيه وكانت حاسة إن هو اللي هيسيبها الأول لأنهم نصابين، عشان كده سبقته وأخدت الفلوس وهربت، لكن البطل كان ناوي فعلا يتجوزها وكان بيحبها، وبيقولها ما تظهرش تاني في حياته وبيمشي وبيسيبها، واصحابه بيجوا يضربوها على خيانة
خيانتها ليهم. ورؤساء حملة أخو البطلة بيكتشفوا حقيقة البطل وبيعرفوا إنه نصاب وإنه ما اتخرجش من جامعة سيول زي ما بيقول. ورئيسة الحملة بتطلب من أخو البطلة يعمل مؤتمر ويفضح فيه البطل، لكنه بيرفض لأن البطل جوز أخته وبكده هو هيأذيها. لكن رئيسة الحملة بتكون مصرة إنه يفضحه وبتقوله ما يكلمهاش تاني إلا لو كان هيعقد المؤتمر ويفضح البطل. وبعدها أخو البطلة بيقابل البطل وبيقوله إنه كشف حقيقته وإنه بعد نص ساعة هيعمل مؤتمر صحفي وهيفضحه فيه، وبيقوله إن ده لو حصل هيخسر مؤيدينه وهيخسر مراته، وبيقوله إنه قدامه فرصة ينسحب من الانتخابات وبيوعده إنه لو انسحب مش هيفضحه. لكن البطل بيقلب عليه الترابيزة بيقوله إنه لو طلع في المؤتمر وقال عليه نصاب هيدافع عن نفسه وهيقول إن بيكذب وبيطلع عليه إشاعات قبل الانتخابات بيوم، لأنه عارف إنه هيخسر قصاده. وبكده مفيش حد هيصدق أخو البطلة والكل هيصدق البطل وينتخبه. وأخو البطلة بيقول للبطل يصرحها بحقيقته قبل ما تعرف منه في المؤتمر، فبيطلع يجري علشان يقول لها قبل المؤتمر. وأخوها بيتصل على مامته بيقول لها إنه هيعمل مؤتمر وهيفضح فيه جوز أخته. والمؤتمر بيبدأ والبطل بيجري عشان يلحق يقول للبطلة على الحقيقة، وأخوها بيجهز علشان يكشف حقيقة البطل. لكن مامته بتتصل عليه وبتطلب منه ما يفضحش جوز أخته لأن مصلحة أخته أهم من الانتخابات، فبيسمع كلامها وبيرفض يفضحه. والبطل بيوصل للبطلة فبتسأله عن الحاجة الضرورية اللي كان عايزها تعرفها، لكنه بيعرف منها إن أخوها ما تكلمش عنه في المؤتمر، فبيفرح وبيقول لها إنه هيتكلم معاها بعدين وبيشكرها على وقوفها جنبه. والانتخابات بتتعمل والنتائج الأولية بتظهر وبتكون في صالح أخو البطلة، ومامتها بتروح تقابل بابا البطل فبيتفاجئ لما بيشوفها وبتتكلم معاه عن البطلة وبتقوله إنها بنتها بالتبني لكنها أغلى حاجة في حياتها. وبابا البطلة بيوعدها إن ابنه هيتغير وهيبقى عضو في البرلمان. وعملية فرز الأصوات في الانتخابات بتتم وسط ترقب بين البطل وحملته وأخو البطلة وحملته، وبيكون في منافسة شرسة بينهم. وبنت الزعيم بتقعد تتفرج على النتائج وأختها بتتصل عليها وبتقول لها إن باباهم مات، وبيتم الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات والبطل هو اللي بيفوز وبكده بيبقى عضو في البرلمان. وبنشوفه هو بيحتفل مع فريقه وبيبقى مش مصدق نفسه. وتاني يوم بنت الزعيم بتقول للبطل إن كل اللي هي طالباه منه يلغي لها قانون تنظيم نسبة الفايدة وبكده يكونوا متعادلين ويبعدوا عن طريق بعض. والبطل بياخد فريقه بيروح يستلم منصبه الجديد وبيدخل يرحب بزمايله النواب وبيقعد معاهم. ولما بيرجع البيت البطلة بتسأله يومه كان عامل ازاي وبتسأله عن علاقته مع باقي النواب، فبيقول لها إن كلهم رحبوا بيه وإنه قاعد ياكل ويشرب معاهم، لكنه بيكون بيكذب وبنشوف إنه لما دخل عند النواب الكل اتجاهله فقعد ياكل لوحده. وتاني يوم في ناس بيروحوا للبطل في مكتبه وبيطلبوا منه يساعدهم ويرجع لهم حقهم من الشخص اللي نصب عليهم. والبطل بيقعد مع النائب وبيقول له إنه عايز يساعدهم، فبيقول له إن الأشخاص دول مش من دايرته وإنهم من دايرة نائب تاني، لكن البطل بيكون عايز يساعدهم لأنه قرر يخدم كل الناس. وبعدها البطل بيجتمع مع فريقه وأخته بتساعدهم وبتقدر تعرف مكان النصاب، والبطل بيبعت صاحبه للمكان اللي هو فيه عشان يتأكد إنه لوحده. ولما بيتأكد بيهجموا عليه، لكن بيتفاجئوا إن في عصابة موجودة معاه في المكان، والعصابة بتهجم عليهم وبتضربهم. وفي اللحظة دي البطلة بتوصل هي وفريقها وبيضربوا العصابة وبينقذوا البطل وفريقه. وبنشوف إن أخت البطل هي اللي بلغت البطل عشان تنقذهم. والشرطة بتحقق مع النصاب وبيكون متورط معاه في عملية النصب دي أعضاء من مجلس النواب، والشرطة بتقبض عليهم وبتحقق معاهم. وبنت الزعيم بتتضايق من اللي حصل لأن الأعضاء اللي اتقبض عليهم كانوا هيساعدوها في إلغاء قانون نسبة الفايدة، وبتطلب من عصابتها يجيبوا لها البطل، فبيدوروا عليه والبطل بيروح يستخبى في مكان باباه قاعد فيه. وباباه بيقترح عليه يروح يستخبى في المستشفى لأن الصحفيين لما يعرفوا إنه تعب ودخل المستشفى هيحاصروا المكان، وبكده عصابة بنت الزعيم مش هيقدروا يمسكوه. والبطل بيروح جري على المستشفى لكن ما بيلحقش يوصل، والعصابة بتمسكه وبيودوه لبنت الزعيم وبيدخل يقابلها في المطعم اللي بيقعدوا ياكلوا فيه دايما. والنائب بيجي وبنت الزعيم بتقوله إنها عرفت إنه ساعد البطل في اللي عمله، والنائب بيكون فاكر إن البطل هو اللي قال لها، فبتقول لهم إنها عرفت من صاحبة المطعم، وبتقول لهم إن المرشح الجديد للوزارة رافض يلغي قانون سعر الفايدة وبتطلب منهم يتخلصوا منه بأي طريقة. والنائب والبطل بيجتمعوا مع فريقهم، والبطل بيطلب من أخته تساعدهم وتخترق تليفون المرشح الوزاري
الوزاري عشان تخترق حساباته، وفعلا بتبعت له لينك في رسالة تهديد فبيفتحه وبتخترق الجهاز وبيقدروا يكشفوا كل بلاويه. والبطل بيكون فرحان لأنه هيتخلص من المرشح ده لأنه فاسد. وبعدها البطل بيروح يقابل بنت الزعيم وبيكون معاه عضو البرلمان اللي بيشاركها في الأعمال الفاسدة، وبيطلبوا من البطل ما يحضرش الجلسة اللي كان هيفضح فيها المرشح الوزاري لأنهم اتفقوا معاه بعد ما هددوه بفضايحه إنه يلغي قانون نسبة الفايدة وفي المقابل يسيبوه يكمل في منصبه من غير ما يفضحوه. والبطل بيكون متضايق لأنه عايز يفضح المرشح الفاسد، لكن بنت الزعيم بتقوله إن ده آخر طلب هينفذه وبعد كده كل واحد فيهم هيكمل في طريقه بعيد عن التاني. والبطل بيوافق عشان يخلص منها، والجلسة بتبدأ وكل النواب بيحضروا مع المرشح الوزاري ما عدا البطل. وعضو البرلمان بينافق المرشح الوزاري وبيتكلم معاه بطريقة كويسة بعد ما كان عايز يفضحه. والبطلة بتعمل كمين لعصابة بنت الزعيم وبتبعت قوة تفتش المكان اللي قاعدين فيه. والبطل بيقعد يتفرج على الجلسة وفريقه بيكونوا متضايقين من موقفه عشان ما حضرش الجلسة وبسببه المرشح الفاسد هيبقى وزير، لكن البطل بيغير رأيه وبيقرر يحضر الجلسة ويفضح عضو البرلمان اللي بيساعد بنت الزعيم وبيقول انه اتفق معاه عشان يفضحوا المرشح الوزاري، وبيواجه المرشح الوزاري بفضايحه. ورؤساء الجلسة بيقطعوا المايك عن البطل فبيقف يتكلم بعلو صوته وبيقول للنواب كلهم يخلوا عندهم ضمير ويراعوا مصالح الشعب والدولة، وكل النواب بيهاجموه بيكونوا متضايقين منه. وبعد الجلسة بنت الزعيم بتروح للبطل وبتضربه بالقلم وبتقول له انها هتنتقم منه لو قانون سعر الفايدة ما اتلغاش بسببه. والبطلة بتحاول هي وفريقها يقبضوا على رئيس العصابة، وشريك البطل بيساعد البطلة وفريقها وبيدلهم على مكان رئيس العصابة، لكن في كل مرة بيفشلوا في القبض عليه فبيروح يقبض عليه وبيسلمه ليهم. وبنت الزعيم الكبيرة بتطلب من البطل يقابلها فبيروح لها مكتبها وبتطلب منه يساعدها في انها تدخل اختها السجن، فبيقول لها يستفيد ايه لو ساعدها، فبتقول له ان هو كمان محتاج يتخلص من اختها عشان يعيش براحته، لكن البطل بيرفض يساعدها وبيقول لها انه دلوقتي بقى نائب في البرلمان. والبطلة وفريقها بيحققوا مع رئيس العصابة وبيضغطوا عليه علشان يعترف على بنت الزعيم وبيهددوه ان البطلة هتنازله وهتضربه، وبيقولوا له ان اخر واحد نازلها لسه في غيبوبة من ساعتها. وبنشوف ان بنت الزعيم دفعت رشوة لمحقق تاني من فريق البطلة وخدت منه كل المعلومات اللي يعرفها. وبعدها المحقق بيقابل البطل وبيقول له انه عرف حقيقته لما كان بيجمع عنه معلومات لمامة البطلة وعرف انه نصاب، ومع ذلك قرر يتستر عليه وبيطلب منه يساعده ويمنع البطلة من تفتيش مكتب بنت الزعيم، وبيقول له انها لو فتشته مش هتلاقي حاجة لان بنت الزعيم دفعت له رشوة وعرفت منه ان البطلة هتفتش مكتبها فأمنت نفسها وخافت الملفات اللي ممكن تدينها، وبكده البطلة هي اللي هتتأذي وممكن تتوقف عن العمل. والبطل بيروح للبطلة وبيحاول يقنعها تبعد عن بنت الزعيم لكنها بتكون مصرة تقبض عليها، فبيروح لبنت الزعيم وبيترجاها تسامح مراته لما تروح تفتش مكتبها. واختها الكبيرة بتروح لها الشركة وبتهددها هي واختهم الصغيرة انها هتاخد منهم الشركة وهتعاقبهم على خيانتهم ليها. وبنت الزعيم بترجع مكتبها والبطل بيحاول يقنعها تسامح مراته لكنها بترفض. وتاني يوم البطلة بتروح هي وفريقها وبيدخلوا مكتب بنت الزعيم والبطلة بتطلب منها تفتح الخزنة فبتفتحها وهي واثقة انها خافت كل الملفات، لكن بتتفاجئ بوجود ملف في الخزنة والبطلة بتكون فرحانة انها قدرت توقعها. وبنشوف ان البطل هو السبب ورا وجود الملف ده في الخزنة. وبنرجع بالاحداث وقت ما البطل راح للبطل عشان يقنعها تبعد عن بنت الزعيم، ولما رفضت مشي من عندها وكلم فريقه وقابلهم واتفقوا على بنت الزعيم وعضو البرلمان، وبيجيبوا عدد كبير من الناس وبيخلوهم ياخدوا قروض من مؤسسة بنت الزعيم وبيردوا الفلوس تاني عشان تبان انها قروض مزيفة، وبيخترقوا حسابات بنت الزعيم وبيحولوا فلوس القروض على حساب عضو البرلمان اللي بيشتغل معاها عشان يثبتوا انها دفعت له رشوة، وبيعرفوا الرقم السري لخزنتها وبيجمعوا الملفات اللي ادينها هي وعضو البرلمان، والملفات دي بتثبت انهم بيشتغلوا في غسيل الاموال. والبطل بيكون متفق مع بنت الزعيم الكبيرة علشان تروح لاخواتها الشركة وتلهيهم، وفي الوقت ده هو يفتح الخزنة ويحط فيها الملفات. والبطلة بتقبض على بنت الزعيم وبتدخلها السجن، والبطل بيقابل النائب وبيطلب منه يساعده في تطبيق قانون سعر الفايدة اللي بنت الزعيم كانت عايزة تلغيه لأن القانون ده بيحمي الغلابة، لكنه بيتفاجئ لما بيعرف إن عضو البرلمان قدر يخرج من قضية الرشوة من غير ما يتحاكم. وأخت البطلة الكبيرة بتروح الشركة وبتاخد الرئاسة مكان أختها وبتضرب أختها الصغيرة، فبتروح تزور أختهم المسجونة وبتشتكي لها، فبتقول لها إنها عارفة إن أختهم الكبيرة والبطل هم السبب في حبسها. والبطل بيروح لأخو مراته وبيطلب منه يساعده في إنه يوقع عضو البرلمان ويتخلص منه، وأخو البطلة بيصرف
بيظهر لعضو البرلمان في كل مكان وبيحاول يتقرب منه وبيقنعه إنه بيكره البطل وعايز ينتقم منه لأنه فاز عليه في الانتخابات. وبعدها بيقابل أخته والبطل وبيقول لهم إنه مسك على عضو البرلمان غلطة كبيرة، وهي إنه بيتلاعب في عدد المؤيدين وبيخالف قوانين الانتخاب لأنه مترشح لرئاسة الحزب. والبطلة بتقول لهم إنهم هيوقعوه بالقضية دي لأنهم هيقدروا يثبتوا بيها قضية الرشوة اللي خرج منها. وبنت الزعيم بيكون عندها أخت رابعة بتكون مدعية عامة وبتزورها في السجن، فبتطلب منها تخرجها من السجن وفي المقابل هتديها نص حصتها في الشركة. والبطلة بتقعد تشتغل هي وفريقها على قضية عضو البرلمان، وبيتفاجئوا باقتحام فريق من وكالة الشرطة الوطنية لاسم الشرطة وبياخدوا منهم ملفات القضية وبيمشوا. وبنعرف إن عضو البرلمان هو السبب في اللي حصل لأنه قدر يستخدم علاقاته مع مفوض الشرطة وطلب منه ينقل القضية لفريق تحقيق تاني ويخليهم يماطلوا في التحقيقات لحد ما الناس تنسى والقضية تموت. والبطل بيعقد مؤتمر صحفي عشان يستغل منصبه ويضغط على الشرطة عشان يحققوا بسرعة مع عضو البرلمان، لكن العضو بيفاجئه وبيدخل عليه مكتبه وبيقول إنه مش هيقدر يعقد المؤتمر لأن النائب صاحب البطل متورط مع عضو البرلمان. والبطل بيروح للنائب في المطعم وبيعرف منه إنه فعلا متورط معاه، لكنه بيقول له إنه هيعقد المؤتمر حتى لو كان هو كمان هيتأذي. والنائب بيقابل عضو البرلمان وبيقول له إن البطل هيعمل المؤتمر، فبيقول له إنهم لازم يسبقوه ويعملوا مؤتمر قبله ويقول فيه على كل الفضايح اللي يعرفها عن البطل. وفعلا تاني يوم بيعملوا المؤتمر والنائب بيقعد قدام الصحفيين عشان يقول لهم حقيقة البطل، والبطل بيروح يعمل المؤتمر بتاعه لكنه بيرجع في كلامه قبل ما يدخل القاعة وبيتصل على النائب، والنائب في الوقت ده بيكون كان خلاص هيقول للصحافة على حقيقته. والبطل بيقول له إنه مش هيعمل المؤتمر لأنه ما يقدرش يأذيه بعد ما كان السبب في إنه يتحول من نصاب لنائب في البرلمان، وبيكون متأثر وهو بيكلمه. فالنائب بيتأثر هو كمان بكلام البطل وبيقول له إنه هيكلمه تاني بعدين. وبيرجع للمؤتمر وبيقول للصحفيين على حقيقته هو وعضو البرلمان الفاسد، وبيقول لهم إنهم أشخاص سيئين وكانوا بياخدوا رشاوي وبيقوموا بأعمال فاسدة. وعضو البرلمان بيحاول يسكته لكنه بيكمل كلامه وبيدعو المحققين والجهات المسؤولة إنهم يحققوا في أسرع وقت مع عضو البرلمان. والصحفيين كلهم بيتقلبوا على عضو البرلمان، والنائب بيكون في قمة سعادته عشان اعترف بالحقيقة. والبطل بيقعد مع أخو مراته بيكونوا عايزين يلاقوا طريقة يقنعوا بيها الأعضاء المعارضين لقانون تنظيم سعر الفايدة اللي بنت الزعيم عايزاه تلغيه. والبطل بيقول إنه لازم يهدد الأعضاء اللي رافضين عشان يصوتوا لصالح القانون، وفعلا بيستدرجهم في فندق وبيقفل عليهم الأوضة وبيسجل لهم وهم بيتكلموا مع بعض، وكل واحد فيهم بيقع بالكلام والبطل بيسمعهم التسجيلات وبيهددهم إنه ينشرها ويفضحهم وبيقول لهم لازم يأيدوا قانون تنظيم سعر الفايدة. وبنت الزعيم بتخرج من السجن وأختها المدعية بتكون هي اللي خرجتها، واجتماع مجلس النواب بيبدأ وبنت الزعيم بتهدد الأعضاء اللي دفعت لهم رشوة قبل كده عشان ينسحبوا من الجلسة، وبتعمل كده لأن لو عدد الأعضاء الحاضرين قل الجلسة هتتلغي. وفعلا الأعضاء اللي بتهددهم بينسحبوا، لكن عدد الأعضاء الموجودين بيكون كافي وبتبقى عايزة تمشي عدد أكبر من الأعضاء. وأختها المدعية بتعرض عليها إنها تساعدها فبتفرح، والمدعية بتتصل على ممثل الحزب وبتطلب منه ينسحب هو وأعضائه لكنه بيرفض، فبتهدده بفضايح ليه فبيخاف منها وبينسحب هو وباقي أعضاء الحزب. ورئيس المجلس بينهي الجلسة قبل التصويت على قانون سعر الفايدة لأن عدد النواب الموجودين أقل من العدد الكافي. وبنت الزعيم بتجتمع بأعضاء مجلس إدارة شركة باباها وبتهددهم إنهم لو صوتوا لصالح أختها الكبيرة عشان تكون الرئيسة هتفضحهم، لكن الأعضاء بيقولوا لها إنها بتتحاكم ومش في موقف يسمح لها تدير الشركة، فبتقول لهم إنها هترشح أختها الصغيرة وبتأمرهم يصوتوا لصالحها. والاجتماع بيتعمل بعدها وبنت الزعيم الكبيرة بتتفاجئ إن مفيش حد من الأعضاء اداها صوته والكل بيصوت لصالح الأخت الصغيرة وبتبقى هي رئيسة الشركة. وبنت الزعيم بتروح لأختها الكبيرة وبتطردها من الشركة فبتضربها والأمن بيطردها. وبعدها بنت الزعيم بتقعد مع عضو البرلمان وبتديله ملفات تفضح البطل وبتطلب منه يعمل مؤتمر صحفي ويعلن فيه عن البيانات اللي معاه ويفضح البطل. وفعلا بيعقد المؤتمر وبيفضحه والبطلة بتشوف المؤتمر، والبطل بيقعد في مكتبه وبيتفرج على المؤتمر وبيشوف فضحته على الهوا. ولما بيرجع البيت بيلاقي البطلة بترحب بيه وبتكون عامله له العشاء، فبيقعدوا يتعشوا مع بعض وبيسألها عن رأيها في الكلام اللي اتقال عنه، فبتقول له انها عارفة ان الكلام ده كله كده وانها واثقة فيه وفاهمة ان عضو البرلمان قال الكلام ده علشان عايز ينتقم منه. وتاني يوم البطل بيعمل مؤتمر عشان يرد فيه عن الكلام اللي اتقال عنه، والكل بيقعد يتفرج على المؤتمر، لكن البطل بيفاجئ الجميع وبيعترف انه نصاب. وبنشوف انه قبل ما يروح المؤتمر اعترف
وتعرف للبطلة بحقيقته، وعرفها إنه نصبه إنه طول الوقت ده كان بيكذب عليها. وفي الأول البطلة كانت بتفتكره بيهزر، لكنها بتتصدم لما بتلاقيه بيتكلم بجد، وبنشوفه في المؤتمر وبيطلب من المواطنين إنهم ما يسامحوهوش، وبيقول إنه عايز يتعاقب على أخطائه. وبعد المؤتمر المدعية بنت الزعيم بتقعد مع البطل في أوضة التحقيق وبتحقق معاه، وبتكون مستغربة إنه يعترف على نفسه، وبتقول إن السياسيين دايما بينكروا أي تهمة تتوجه لهم، فإزاي يعترف على نفسه؟ فبيقول لها إنه مبقاش زي الأول وإنه عايز ياخد جزاؤه. وبعدها بنت الزعيم بتعرف من المدعية إن البطل اعترف على نفسه، فبتطلب منها تساعدها في إنها تتخلص من البطل عشان تبعد عن مشاكلهم. وبعدها بتشوف البطلة في اسم الشرطة، وفي فريق تبع الإدارة بيدخل عليها هي وفريقها، وبيسحبوا منهم القضايا اللي معاهم لأنهم مش هيسيبوا البطلة تكمل في التحقيق فيها، لأن جوزها متهم بقضايا نصب واحتيال. فبتروح البطلة لمامتها وبتقدم لها استقالتها، ومامتها بترفض تقبلها، وبتقول للبطلة إنها هتساعدها لحد ما تعدي من المحنة دي، لكن البطلة بتكون مصممة على رأيها، وبتقول لها إنها هتواجه مشاكلها بنفسها لأنها مش عايزة تسبب لها هي وأخوها مشاكل. وبعدها بتقابل أخوها وبتكتشف إنه كان عارف من الأول إن جوزها نصاب، فبتلومه لأنه معرفهاش الحقيقة. فبيقول لها إنه كان هيقولها لكنه رجع في كلامه لما اتأكد إن البطل بيحبها بجد. ومامتها بتعمل مؤتمر صحفي وبتعلن فيه مسؤوليتها عن علاقة بنتها بالبطل، وبتقول إنها كانت عارفة حقيقة البطل وخبت عن بنتها، وبتعلن استقالتها. والبطل بينهي التحقيق وبيخرج من النيابة وأهله بيستقبلوه، والبطلة بتيجي وهو واقف مع أهله فبتسلم عليهم وبتستأذنهم تاخد البطل تتكلم معاه، وبيروحوا المطعم اللي كانوا بيقعدوا فيه دايما مع بعض. والبطلة بتقول للبطل إنها كارهاه وعايزة تنتقم منه، وبتقوله إنها هتتطلق منه، لكن في الأول لازم ينتقموا من بنت الزعيم وأختها المدعية. فالبطل بيقترح عليها إنهم يجمدوا حساباتهم البنكية، فبتقوله إنهم فعلا جمدوا حساباتها وهم بيحققوا معاها، لكنها أكيد عندها حسابات مزيفة بأسماء ناس تانية. والبطل بيقول إنه عارف كل حاجة عن الحسابات المزيفة، وعارف عددهم وكل حساب باسم مين، وبيدي البطلة كل المعلومات عن الحسابات المزيفة. والبطلة وفريقها بيجمدوا كل الحسابات دي، وبنت الزعيم وأختها الصغيرة بيتصدموا لما بيعرفوا إن الحسابات اتجمدت. واجتماع مجلس النواب بيبدأ، ورئيس المجلس بيقول إن الحكومة طلبت موافقتهم عشان يحاكموا البطل، وبيقول إنهم هيعملوا تصويت على القرار ده في الاجتماع اللي جاي. وبيجي وقت التصويت على قانون سعر الفايدة، وكل الأعضاء بيخرجوا من القاعة زي المرة اللي فاتت. وعضو البرلمان بيقول للبنت الزعيم إنها لازم تدفع رشوة ل3 أعضاء في البرلمان، فبتقوله إنها هتلاقي طريقة وهتتصرف في الفلوس، وبتقوله إن الأعضاء لو منفذوش خطتها ولغوا القانون هتنتقم منهم وهتاخد فلوسها. وتاني يوم اجتماع البرلمان بيبدأ، والبطل بيقف في المجلس وبيعترف على نفسه، بيقول إنه نصاب فعلا، وبيعترف بكل التهم اللي اتوجهت له. ورئيس المجلس بيعمل تصويت بين الأعضاء للموافقة على اعتقال البطل، وأغلب الأعضاء بيوافقوا على اعتقاله، وبكده بيكون هيتم اعتقاله بعد الجلسة. وبيجي ميعاد التصويت على إلغاء قانون سعر الفايدة، ورئيس الحزب اللي هياخد الرشوة بيطلب من رئيس المجلس يديهم 10 دقايق فرصة عشان يتفقوا على قرار في التصويت، فبيسمح لهم وبيتجمعوا كلهم. وعضو البرلمان بيتصل على بنت الزعيم وبيتأكد منها إذا كانت بعتت لهم الفلوس، فبتقول له إن رجالتها في الطريق وهيسلموا الفلوس لمساعده. وفعلا مساعده بيستلم الفلوس وبيأكد عليه، فبيتفقوا كلهم على التصويت لإلغاء القانون. لكن البطلة وفريقها بيفاجئوا مساعد عضو البرلمان وبيقبضوا عليه وهو معاه الفلوس. والبطلة بتبعت رسالة للبطل وبتعرفه إنها قبضت على مساعد عضو البرلمان، فبيطلب من رئيس المجلس يديله فرصة يتكلم عن قانون سعر الفايدة. وبيقف البطل في المجلس وبيقول إن إلغاء قانون تنظيم سعر الفايدة هيسبب مشاكل، لأن المقرضين هيستغلوا الناس الغلابة وهياخدوا منهم نسب فوائد عالية. وبيواجه أعضاء الحزب المرتشي وبيقول إنهم أخدوا رشوة من بنت الزعيم، وإن الشرطة قبضت على مساعد عضو البرلمان اللي كان بينقل لهم الفلوس. وأعضاء الحزب المرتشي بيشوفوا الأخبار وبيتأكدوا إن كلام البطل صح، والبطل بيطلب من باقي الأعضاء يصوتوا لصالح القانون لأنه بيحمي مصالح الناس. والبطلة وفريقها بيروحوا شركة بنت الزعيم علشان يقبضوا عليها، لكن أختها الصغيرة بتكون هي اللي موجودة في الشركة لوحدها. وبعد فترة بنشوف بنت الزعيم وهي هربانة، والبطل بيخرج من السجن وأخوه صحابه بيروحوا يستقبلوه، وبيتفاجئ إن البطلة راحت هي كمان تستقبله. ولما بتشوفه بتضحك له فبيفهم إنها سامحته وبيضحك لها هو كمان. ولغاية هنا بيخلص مسلسلنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.